مبروك يا باسم، مبروك يا باسم. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن. مبروك، الف مبروك. اكيد طعم يعني جميل بالنسبه لباسم مرسي بطوله الدوري. والله يا كابتن الحمد لله، يعني الواحد بيشكر ربنا اللي ربنا يقدر يعني يخلينا نحصل على بطوله الدوري بعد 11 سنه، وبشكر زمايلي اللعيبه كلها والله تعبت معانا جدا السنه دي، والمستشار مرتضى ويعني والجمهور كل الناس والله كابتن كريم تعبت معانا السنه دي ومجلس الاداره. فانا بشكر ربنا وبشكر زمايلي الحمد لله يعني كابتن احنا قدرنا نفرح جمهور الزمالك، وبشكر الكابتن احمد سليمان يعني من الناس برضو اللي كانت موجوده في مجلس الاداره واستقال. فبشكر كل الناس اللي ساعدونا احنا نوصل في الاخر نتوج ببطوله الدوري يا كابتن كريم. باسم ظهرت بشكل مميز جدا مع الزمالك، 17 هدف في بطوله الدوري غير الاهداف الاخرى في الكونفدراليه. ناقص لك ماتشين في بطوله الدوري، هل هتلعب على الهداف او هتحاول تشارك في الماتشين الجايين عشان توصل لهداف الدوري؟ لان الهداف الدوري دلوقتي حسام باولو لاعب الداخليه 20 هدف وانت عندك 17 هدف. والله طبعا يا كابتن يعني انا بلعب كل الماتشات، هيلعب الماتشات افرح زمايلي وافرح جمهور الزمالك، مش عشان هداف الدوري وعشان ان احنا نكسب. اهم حاجه عندي كابتن، طول ما انا بكسب فرقتي مش مهم ابقى هداف الدوري، بس اهم حاجه ربنا يجعلني سبب فرح يعني يجعلني سبب فرحه الجمهور وفرحه زمايلي وفرحه الناس كلها. فطبعا انا كده يعني اوريدي انا دراسه حرب اكيد يعني بلعب على هداف الدوري يعني. باسم سامعني؟ بالعكس ده انا سامع حضرتك يا كابتن. بس خلاص الزمالك خد الدوري وعندك فرصه اللي انت لو احرزت اكتر من 3 اهداف تبقى هداف الدوري، فليه ما تعملش كده؟ او ليه ما طبعا ما تركزش في الماتشين الجايين وتلعبهم وتحاول تحرز اهداف؟ انا هعمل كده طبعا، والراجل النهارده اتكلم معايا بعد ما الدوري قال لي خلاص الدوري اتحسم وكده، وانت تركز بقى على انت تجيب 3 اجوان وتاخد هداف الدوري وكده. انا بشكره طبعا من خلال كابتن، وبشكر كابتن محمد صلاح، وبشكر كابتن حسام حسن، وبشكر كابتن ميدو اللي جابني النادي، والناس بشكر كل الناس، كابتن اسماعيل يوسف وكل الناس بشكرها. يعني يا كابتن والله يعني فرحه كبيره، والواحد يعني مش عارف يعني فرحه لعيبه الزمالك دلوقتي يا كابتن توصف بايه، فالحمد لله على كل شيء يا كابتن. نطيت في البسين مع اللعيبه ولا برضه ما نطيتش؟ ده انا اللي قلت لهم ننط انا وكابتن احمد دودار. يعني نطيت. انت عارف ان انا يا كابتن ما اتفقش في الحاجات دي. اكيد يا باسم يعني عايزك يعني ترجع بالذاكره كده لسنه فاتت، وكنت في الانتاج الحربي وحتى جيت لي هنا في البرنامج ضيف. هل توقعت السيناريو ان باسم مرسي ينتقل لنادي الزمالك ويبقى من اللعيبه المهمه وهداف نادي الزمالك وتتوج ببطوله الدوري، ولا انت حاسس ان يعني اللي بيحصل لك ده مش عايز اقول مفاجاه او حاجه انت ما كنتش تتخيلها وانت حاسس دلوقتي، او انت مش مصدق نفسك ان انت بقيت في الوضع ده؟ والله يا كابتن بص، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا من وانا بلعب في الناشئين الحمد لله بفضل الله بفضل الله بفضل الله متعود ان انا اكون رقم واحد. من الناشئين لبتروجيت كنت لسه يعني عندي 19 سنه طلعت كنت الحمد لله رقم واحد في بتروجيت. بعد كده رحت الانتاج بقيت رقم واحد، جيت نادي الزمالك الحمد لله ربنا اكرمني مع المجموعه دي وربنا كرمني وبقيت ماشي كويس معاهم. فانا يا كابتن متعود في حياتي لو لعبت في برشلونه هحارب ان انا اكون في المكان اللي انا فيه دي. يعني انا كنت متوقع كده وقلت لحضرتك وانت كنت متوقع لي كده يا كابتن. فدي حاجه بالنسبه لي يا كابتن في اي حاجه، في اي لعبه، في اي حاجه بعملها يا كابتن، هو ان انا بحب ان انا اكون رقم واحد في كل حاجه. باسم احلى هدف او اكتر هدف بتعتز بيه السنه دي مع نادي الزمالك؟ اللي جاي ان شاء الله. اللي جاي ان شاء الله. ما تقرش بقى. لا انا بقول لك اللي جاي ان شاء الله، يعني مش طيب. لسه ما جبتش اللي جاي هيبقى احلى هدف ان شاء الله. لكن الهدف حلو اللي انت يعني سجلته مع الزمالك وبتعتز بيه. والله يا كابتن كل الاهداف حلوه يعني بجيبها، بس يعني في اهداف طبعا الفاول اللي جبته في الفاول او جون الفاول اللي جبته في جونه. الهدف اللي حضرتك بتعرضه ده المصري طبعا. الهدف المصري وسموحه الدور الاولاني اول ماتش ليه. وسموحه اول ماتش ليك. بس طموحك ايه مع الزمالك تاني؟ يعني حققت الدوري ما شاء الله، هداف الفريق دلوقتي 17 هدف في بطوله الدوري غير اهداف الكونفدراليه. طموحك ايه مع الزمالك؟ هل عايز تستمر في حصد البطولات مع نادي الزمالك، ولا عندك طموح اخر الفتره الجايه اللي انت عايز خطوه تانية غير الزمالك خارج مصر مثلا، ولا ايه بالظبط؟ لا والله يا كابتن احنا خلصنا بطوله الدوري كده، ففي كونفدراليه وفي كاس مصر. انا اركز مع فرقتي لحد سواء جالي عرض او ما جاليش، انا جالي عرض محترم وكده طبعا. يعني طبعا اي حد يتمنى اللي هو يحترف وكده، انا اتمنى طبعا انا احترف بره مصر. ما جاليش عرض كويس مناسب يليق بنادي الزمالك وباسم مرسي، طبعا اكمل في نادي الزمالك وانافس على كل البطولات ان شاء الله، كاس مصر وكونفدراليه كده. متوقع ان الزمالك يعني بيتفق مع صفقات في الفتره الحاليه؟ اكتر لعيب نفسه يلعب جنبك في الزمالك او يجي نادي الزمالك من الصفقات؟ خالد قمر. خالد قمر. انت يا عم بتقطع فيه في الماتشات، بتقعد ومش عايز
ولما ما بتيجي أقدرش. تنزل مكانه ومش عايز يخرج والكلام ده؟ ما اقدرش والله يا كابتن، والله لا بهزر معاه، انت عارف خالد حبيبي طبعا يعني والله. حاجات هو كابتن بسيطة. يعني من الناس من الناس اللي عملت حاجه في نادي الزمالك طبعا، مع كابتن حازم امام وكابتن احمد عيد الكابتن احمد دودار. هو يعني السبب اللي احنا فيه ده كله والله والله والله، ما عشان اكتب واسف كابتن دودار ولا اي حاجه، هو فعلا قائد بمعنى الكلمه. هو اللي لم نادي الزمالك من اول يوم جينا فيه، هو اللي كان بيلمنا مع كابتن عيد، مع كابتن ابراهيم صلاح، مع الكابتن حازم، مع يعني. والراجل ده ليه فضل وانا لازم اديهوله. دي حقيقه فعلا يا كابتن. مفيش قصه جديده كده ولا حاجه عشان الدوري؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى كده؟ انا عارفك، اصل انا عارف انت إيه ده؟ اكيد عارفك بتعمل قصه جديده او بتخطط لحاجه، ما انت مش هتسيب ده؟ القصه دي لوحدها كده. ايه ده؟ هتاخد حاجه حلوه يا كابتن. يعني في مفاجاه ما احرقهاش، يعني ما احرقش المفاجاه. لا ما تحركش. هنشوفها بكره ولا في يوم الجمعه في التمرين، ولا في التلفزيون معانا هنا يوم الخميس؟ انت خلاص، انت خد بالك خليتنا افسخ العقد مع الشركه، انت عارف ايه يعني انت يا كابتن يا عم عقد ايه يا عم؟ انت واخد الدوري يا عم، عقد ايه؟ سيبك من الكلام ده. مفيش الكلام ده في احتفال بالدوري والفوز، مفيش حاجه اسمها عقود. عشان من الناس اللي انا بحبها وبقدرها، فما اقدرش ان انا اتاخر عنها يا كابتن. اكيد يا وانا باسم. مستنيك يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله يا باسم، ان شاء وهارد الله. لك يا كابتن للنادي الاهلي، كان منافس قوي لنا جدا جدا جدا. أكيد، وبقول أكيد. له هارد لك وبالتوفيق ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا باسم شكرا جزيلا، هداف نادي الزمالك ومهاجم نادي الزمالك، والكل سعيد اكيد بفوز نادي الزمالك. كابتن وليد، نرجع نتكلم